تصبح على خير، ما تفكرش في حاجة، تبات نار تصبح حمام. الله، ما تصبح على خير بقى. شوف كده. مساء الخير على متابعينا الكرام. هنتكلم معاكم عن تجربة سينمائية واقعية ولم تتكرر مرة أخرى في السينما المصرية، وهو فيلم الصرخة. اختاروا كرم النجار نهايتين للفيلم، وأشار على شباب الصم والبكم فاختاروا النهاية العنيفة للفيلم، وتحول الفيلم إلى نوع من العداء بين المعوقين والأصحاء، مما يدفع المتفرج الخوف من المعوقين بدل الإحساس بحل مشاكلهم. فهناك الكثير من الأعمال في تاريخ السينما التي تناولت حياة ذوي الإعاقة وناقشت ظروفهم وتطرقت إلى جوانب كثيرة من تفاصيل حكاياتهم ويومياتهم، ولعل أبرز تلك الأعمال فيلم الصرخة الذي أنتج عام 1991. ويعتبر فيلم الصرخة من الأفلام المصرية القليلة التي تناولت قضايا الصم والبكم في وقت مثالي. والفيلم بطولة معالي زايد ونور الشريف وشباب الصم والبكم. والمؤلف في الفيلم يقدم هنا تجربة إنسانية حقيقية صادقة من الطراز الأول، حيث أستمد قصة الفيلم من أحداث واقعية لشاب يعمل في محطة بنزين اسمه عمر، وكان أخرس وكان يجيد تقليد الفنانين. وكان المؤلف كرم النجار يمر يوميا إلى محطة البنزين ويقابل عمر الأخرس، ونشأت بينهم صداقة جميلة. فقرر النجار أن يكتب عن عالم الصم والبكم ويكون بطلها عمر. وتدور أحداث الفيلم حول عمر الفرماوي نور الشريف، شاب أصم أبكم يعيش مع والده محمود الفرماوي عبد الحفيظ التطاوي المحولجي بالسكة الحديد في مساكن الهيئة. ويعمل عمر في قضاء احتياجات أهل الحي، وفي وقت فراغه يعمل في ورشة للدوكو، ويحب بنت حتته معزوزة نهلة سلامة بنت سالم القهوجي، لكنها ترفضه طبعا لأنه أبكم يموت أبوه ويتم طرده من السكن. ويلجأ إلى صديقه فؤاد عبد الرحيم حسن الأصم المتعلم، فيذهب به إلى معهد السمع والكلام، ويطلب من مدرسته علية وفاء الحكيم أن تلحقه بالمعهد. وتراه الباحثة تيسير المحمودي معالي زايد التي تحضر للدكتوراه، وتجد فيه ضالتها لإتمام بحثها بقاموس الإشارات، فتلحقه بالمعهد، كما تلحقه بالعمل في ورشة الأسطى موسى أحمد أبو عبية للدوكو نهارا لكي يتفرغ لها مساء، كما أوجدت له سكنا. كانت الباحثة تيسير مطلقة وتعيش بمفردها متفرغة للدكتوراه، وكانت تتصف بالأنانية وتعمل لمصلحتها دون مراعاة لمصلحة عمر الذي تعرف على وفاء أمل الصاوي الطالبة بالمعهد والتي تعمل في ورشة الملابس الجاهزة، وحدث تقارب بينهما وإعجاب متبادل. وقد تأثرت تيسير بشباب عمر فراودته عن نفسه فاستعصم واشترط عليها الزواج أولا فطردته. طلب عمر من وفاء التي شاهدته من قبل مع تيسير أن تتزوجه فرفضت، فذهب إلى معزوزة وتزوجها ليغيظ وفاء وتيسير. وقد وافقت عليه معزوزة لعلمها أنه يكسب من ورشة الدوكو التي افتتحها على قارعة الطريق، كما أنه يحتفظ بمكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها والده قبل موته من المصلحة. حاولت معزوزة أن تحصل على أموال عمرو عنوة فطردها من المنزل، وكانت صديقتها فكرية عبير الصغير قد حملت سفاحا من صديقها الذي تركها وسافر، فاتفقت معها معزوزة أن تدعي أن عمر هو الذي اعتدى عليها، وتم القبض عليه واتهامه بالاعتداء على فكرية. وحاولت معزوزة الحصول على أمواله بتمزيق المراتب وتكسير بلاط الشق، ولم تعثر على النقود. وفي المحكمة تولت تيسير شرح إشارات عمر، وعندما واجهها بأنها راودته عن نفسه ورفض، فكيف يعتدي على فكرية؟ ولكن تيسير لم تترجم للمحكمة إشارات عمر الحقيقية، وبالطبع فهم كل الحضور من جماعة للصم والبكم الإشارات الصحيحة لعمر، وأيقنوا أن تيسير تكذب على المحكمة، فثاروا في القاعة، واضطر القاضي لطردهم خارج القاعة. واسقط في يد عمر، فعرض إصلاح خطئه بالزواج من فكرية حتى يفرج عنه، وبالفعل أفرج عنه، وقام ومعه جماعة اللصم والبكم باختطاف تيسير ومعزوزة وفكرية، واقتحموا بهم أسوار معهد السمع والكلام ليلا، وتمت محاكمتهم على كذبهم مستغلين عدم قدرتهم على السمع والكلام، وقرروا جعلهم مثلهم لا يسمعون، وذلك بوضعهم في حجرة الذبذبات المغلقة، ورفعوا الذبذبات تدريجيا لأكثر من 80,000 ذبذبة حتى خرجت الدماء من آذانهم وفقدوا جميعا.
حاسة السمع ليتساوى الجميع في فقد حاسة السمع. تم عرض الفيلم بالتحديد يوم 23 ديسمبر 1991، وقام بتعليم الإشارة والمتابعة أثناء التنفيذ للفيلم الأستاذ محمد فرج. واختار كرم النجار مؤلف الفيلم عالم شديد الخصوصية يتحدث فيه عن هؤلاء العاجزين عن الكلام والنطق رغم إرادتهم، عالم كل من فيه أخرس، أبكم، أصم، وإن امتلك القدرة على الفهم والمتابعة وتحلى بالفطنة والذكاء الفطري. فالمؤلف هنا يقدم تجربة إنسانية صادقة، لولا بعض السلبيات التي عطلت رسالة الفيلم الأساسية في المشاهد الأخيرة. ففي الجزء الأخير يقدم السيناريو حبكة درامية أبطالها 3 نساء يحاولون النيل من الأخرس عمر بطريقة أو بأخرى. الأولى تطمع في ماله، ولأنها لا تحصل عليه تتفق مع الثانية على الادعاء بأن الأخرس هو الذي ضحك عليها وعاشرها ثم تخلى عنها. والثالثة تعرض عليه نفسها، إلا أنه لا يستجيب لها خوفا من المعصية، ومع ذلك تساعد في إدانته عندما تتم محاكمته في قضية رفعتها المرأة الحامل. لذا يعترف الأخرس بما لم يرتكب فيطلق سراحه، لكنه يعمد مع باقي مجموعة الخرسة إلى اختطاف النساء الثلاث ونقلهن إلى مختبرات الصم في المعهد، حيث يحاكمهن ويصدر مع الآخرون الحكم عليهم. يتم ربط أيديهن وكم أفواههن وإدخالهن غرفة التعذيب والتعذيب، عبارة عن مكبرات صوت تصدر صريرا متواصلا وعاليا يؤدي بالتدريج إلى إفقادهن السمع، لينتهي الفيلم بصرخة يطلقها الأخرس تعبيرا عن انتصاره عليهن. فيلم الصرخة استمر يشد اهتمام المتفرج حتى منتصفه، حيث إثارة الشفقة والتعاطف مع هذا الإنسان الأصم الأبكم الذي يعيش في غابة من الأشخاص الطبيعيين، حيث يحاول كل من يلتقي به استغلاله والاستفادة من عاهته. إلا أن هذا التعاطف، خاصة في المشهد الأخير، لا يلبث أن يتحول إلى الشعور بالنفور من هذا المعوق الذي يملك كل هذا العنف وكل هذه القسوة، التي تجعله ينتقم هذا الانتقام المخيف والمروع. ولم يكتف الفيلم بأن يجعل الانتقام فرديا، بل إنه جعل مجموعة المعوقين في المعهد يشتركون جميعا في الجريمة، وبذلك تحول الفيلم إلى نوع من العداء بين المعوقين والآخرين، مما قد يدفع المتفرج من الخوف من المعوقين بدلاً من الإحساس بمشكلتهم. ثم أن هذه النهاية البشعة قد أضرت كثيراً بالفيلم فنياً، وأثرت على رهافة التناول التي سادت تنفيذ أحداث الفيلم، وأفسدت المتعة الفنية والبهجة التي استطاع تجسيدها المخرج، لتتحول صرخة المرارة التي يطلقها عمر الأخرس في النهاية إلى تعبير أجوف عن انتصار زائف لنهاية دموية تلحق الفيلم عنوى بسينما الدم والعنف، وهو على العكس من ذلك يفيض رقة وعذوبة ساهم فيها الفنان نور الشريف بأدائه الواعي. تصوير الفيلم كان في فترة حرب الخليج، وكانت الاستوديوهات شبه فارغة لتوقف مؤقت لمعظم الإنتاج السينمائي المصري بسبب تداعيات أزمة حرب الخليج عامي 1990 و 1991. والفيلم قام ببطولته نور الشريف ومعالي زايد ونهلة سلامة ووفاء الحكيم وأمل الصاوي، وقصة الفيلم للمؤلف كرم النجار، والإخراج لمحمد النجار. في انتظار تعليقاتكم بكل ما تدون معرفته عن فيلم معين، أو لتحليل قصة حابين تعرفوها، أو لشخصية معروفة تثير اهتمامكم، ونحن نطلع على التعليقات والرد عليها أو الاستجابة بالفعل لعرض ما قرئناه منكم. نتمنى تفاعلكم وردودكم، ولا تنسوا زيادة اللايكات والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.